الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن المقاطعة. تمام. في ناس كتير يعني بتقاطع منتجات، وده شيء حلو وإيجابي. وانا النهاردة هتكلم عن نقطة برضو ان انت مفروض تقاطع ساعات كاسيو. طيب ليه؟ لو سمعته، طبعا المندوب الياباني او اليابان عامة شايفة ان اسرائيل لها الحق انها تدافع عن نفسها، واللي بتعمله ده صح. تمام. انا بتكلم في حاجات ممكن تجيب لها حظر من اليوتيوب، بس مش فارقة معايا. انا كل اللي انا بقوله ان انا اوصلكم رسالة. اي حاجة ياباني، يعني شوف انا عندي كام ساعة غير الساعات اللي في المخزن كاسيو. الكلام ده ممكن يضرني في شغلي برضو، يعني المقاطعة دي ممكن تضرني انا شخصيا، بس انا مش فارقه معايا. انا كل اللي بتكلم فيه ان يا جماعه الصناعه الياباني اقطعوها. تمام. كاسيو قطعوها. ليه؟ هي يعني شركه او اسف اليابان شايفه ان اسرائيل بتعمله ده حق شرعي، مش حاطين في بالهم ان هم سارقين الارض او ان هي مش ارضهم، واللي بيحصل دوت دفاع عن النفس بالنسبه من حماس او اي مقاومه. آه، اللي شايفه صح ان احنا ما نساعدش في دوت، لان هم اكيد هيبعتوا لهم دعم ومعونات وما شابه. فانت كانك بتدفع ليهم، يعني ما هو ده خاص باقتصادهم وفلوس بتدخل لهم. لما كلنا نوقف شراء، مفيش استيراد هيتم، مفيش دخل هيخش لهم. هتبقى انت ساعدت ولو بجزء بسيط، حتى لو 1%، بس هديك ساعد. تمام. طيب احنا ممكن نبقى بديل لينا، ممكن نتكلم عن الساعات الصيني. تمام. انا شايف الصين مش مع اللي بيحصل وضد اللي بيحصل، وشايفه انه دفاع عن النفس، وان شايفه ان اللي بيحصل ده مجزره. تمام. ممكن نخلينا في سكيمي صناعه صيني، وحاجه محترمه جدا، وسعرها متناول اكتر من كاسيو حاليا. تمام. طيب مش عايز اي حاجه من دول بره او ما شابه، احنا ممكن برضو نخلينا في سيفكو صناعه مصريه. تمام. في منها موديلات غير موديلات الكلاسيك. انا حاليا للاسف ما عنديش غير الحاجات اللي هي الكلاسيك. تمام. بص، ميد ان اي ار اي بنسبة 70%. الساعة دي بتصنع في مصر. تمام. ساعة نظيفة، تقفلها حلو. وفي منها موديلات شبيهة بالموديلات اللي هي الرقمية والحاجات دي، وتقفلها جبار بأمانة. من الشركات اللي شغال معاها من زمان، زمان جدا جدا يعني. يمكن انا عن نفسي بدأت معاها شغل من 2016، اللي هي شركة سيفكو المصرية. تمام. آه، الحاجات اللي هي ما تخشهاش مية، مستحيل تخشها مية، تقفلها جبار جدا. بأمانة ما احرجتنيش قدام حد، يعني من الساعات ان انا ما حصلش ليا موقف احراج قدام حد. يعني لو قلنا اشتغلت في 2000 ساعة، لو ظهر عيب يبقى ظهر في ساعتين، في عيب في التقفيل او ما شابه. بس حاجه بسيطه جدا، يعني على قد ما اشتغلت في كميه ساعات منهم وشغل منهم، مفيش منهم شكاوى. فاحنا ممكن نخلينا في شركه مصريه ونساعد اقتصاد بلدنا. تمام. سيفكو في منها موديلات كتيرة جدا، في منها حاجات برضو عقارب، يعني مثلا حاجات كلاسيك او ما شابه. في منها موديلات كتير، يعني ممكن تلاقي منها موديل اصلا شبه الكاسيو كده. تمام. موجود منها كل حاجة. فممكن نخلينا في نساعد اقتصاد بلدنا برضو. لو مش عايزين نجيب حاجة صيني، خلينا في حاجة مصري. سيفكو خاصة بأبو سيف من الشرقية. ابحثوا عن شركة سيفكو برضو وانتوا تعرفوا عنها كتير. اتمنى اكون عملت اللي عليا وفهمتكم الدنيا. حاولوا على قد ما تقدروا تساعدوا باللي تقدروا بيه، واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ولو مستعدين قطعوا من دلوقتي. اللي جاب ساعة جاب، مش فارقة رميتك ليها او عدم لبسك ليها او ما شابه، مش هيفيد القضية في شيء. انا بتكلم في اللي لسه هيروح يشتري من اول وجديد. تمام. حوار كاسيو ابعدوا عنها. انا يعني انا كضميري لما خش واسمع وشوف اليابان قالت ايه. تمام. وعلى اساس اقرر. شوف انت ايه دنيتك يعني. اتمنى ما كنتش طولت عليك في الفيديو، واي حد محتاج اي حاجه اكتب لي في التعليقات، ويا رب الفيديو يفضل منشور وما يتحذفش. شكرا. ودلوقتي حبيت افرجكم على شويه ساعات سيفكو. دي الموديلات الجلد اللي حكيت لكم عنها. تشكيلاتها كبيره جدا، تقفيلها ضد الميه، ممتازه جدا من ناحيه كل حاجه في الخامات في الجلد. ودي ورشه الجلد اللي بيشتغل فيها مصنع سيفكو. دي الورشه المخصصه للسيور الجلد اللي بيصنعوها. تمام. دي مراحل العمل بتاعتها. ولو زي ما انتم ملاحظين الشباب لابسين تيشيرتات مصنع سيفكو، كل دول موجودين في الشرقية.
هسيبكم تكملوا الفيديو سوا كده وتتفرجوا عليه وتشوفوا مراحل التصنيع بجد من الخامات المحترمة واللي بنصح بيها اي حد، وعن تجربة شخصية، وانتوا عارفين اي حاجة انا بتكلم عليها فبتبقى في وشي. تمام، متنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس.